السلام عليكم، ان شاء الله رمضانكم مبروك وتصوموا بالصحة والعافية. رجعت لكم بدبارة جديدة. المنيو متاع اليوم خفيف وسهل. دونك عملنا شوربة بالدجاج، سلطة خضراء، سلطة مشوية، مصلي بالدجاج وكعيبات بطبوط. جاو خفيف يهبلوا. وبالطبيعة ما ننساوش البريكة، عملت بريك بالعظمة، وللتحلية عملت كعيبات يو. اقعدوا معايا باش تعرفوا كيفاش حضرنا المنيو اليوم، وما تنسوش باش تشجعوني بلايك واشتراك في القناة، وهكا يوصلكم اشتري الكل. ويلا نبداو. واول حاجه باش نبدا بيها هي الشوربه. خديت لهنا طنجره، خليت فيها شويه زيت ما كثرتش، تقريبا 3-4 مغارف زيت زيتونه. زدت عليهم راس بصل اخضر، كعيبات حمص، وطريفات الدجاج. انا لهنا استعملت الكبده متاع الدجاج وطريفات هكا خناعش متاع الدجاج. لهنا حسيت الكميه شويه متاع الدجاج، دونك باش نزيد شويه اخر باش تجي شوربه بطبيعه بنينه. باش نقليهم شويه في ذيك الزيت والبصل، ومن بعد ليكا باش نزيد لفاحات. عملت مغرفه صغيره فلفل اكحل، شويه كركم وشويه ملح، ما كثرتش. الشوربه بطبيعتها راهي تجي خفيفه، ما تجيش فيها برشا افاح. انا نطيبها بالطريقه هذه وان شاء الله تعجبكم. زدت عليهم مغرفه صغيره طماطم معجونه، وتو باش نمرقهم بالماء ونخليهم لين يجيب الدجاج. وهذه هكا شوربه متاعنا بريسك حضرت. الدجاج طاب ونشفت بالباهي من الماء، تو باش نخليها على جنب حتى لين يقرب المغرب باش نرشها. في الاخر زدت شويه معدنوس ورشيت الشوربه بطبيعه اي نوع شوربه انتم تفضلوه. نتعدى للوصفه الثانيه. انا اخترت باش نعمل سلطه مشويه. خديت قرينه فلفل، طماطم وشويه بصل وشويتهم كيف ما قاعدين تشوفوا على الغاز من غير حتى كينون، وجات سلطه مشويه تهبل. رحيت الفلفل والطماطم والبصل بالطريقة هذه، زدتهم كيف شوية ثوم ما كثرتش، وباش نفوح شوية ملح وشوية تبل وكروية وشوية زيت زيتونة اكاهو. تو باش نخلط الكل حتى لين لفاح يدخل بعضه. خديت البلا هذايا وباش نحط فيه السلطة المشوية، وزدتها من الفوق شوية زيت زيتونة، وباش نعمل شوية تون وعظيمة مصموطة. الوصفة اللي بعد باش تعمل مصلي بالدجاج. تك في ساي حضر. خديت كعبة بطاطا قصيتها ديرونديل بالطريقة هذه، وخديت الطبق هذا يجيب على الغاز ويدخل للفور او ميم طون. ستفت فيه البطاطا بالطريقة هذه. وباش نزيد شوية بصل. خديت هنا راس بصل اخضر كيف زدته. خديت صحين باش نحط فيه لفاح الكل، مغرفة صغيرة ثوم، مغرفة صغيرة طماطم معجونة، شوية فلفل اكحل، شوية ملح وشوية كركم اكاهو. باش نزيد بالطبيعة الزيت زيتونة ونحلهم الكل في الماء. وهذه الاستوس ياسر تحفونة، انك تحط الدجاج والا اللحم في وسط لفاح، ومن بعد لك طيبين هكايا الدجاج يدخل فيه لفاح ويعطي بنة بالباهي في المصلي والا في اي تطيبة. خليت طريفة الدجاج في وسط الطبق وزدت عليه الباقي متاع لفاح الكل. تو باش نزيد فنجان زيت زيتونة والا زيت نباتي كيف ما انتم تحبوا، وباش نمرق بالماء ونخليهم على الغاز يجيبوا لين يجيب الدجاج وتجيب البطاطا. في الاخر نزيد قرين فلفل وندخلهم للفور يتجمروا شويه. ونتعداو للوصفة اللي من بعد. خديت لهنا بول، خليت فيها كيس سميد ارطب وزوز كيسين فيرينا. بالطبيعة الكيس اي كيس انت نجمو تستعملوه، والا صحفة، والا اللي تحبوا انتم. زدت عليهم ساشيه خميرة خبز، مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة سكر. باش نحلهم بالماء ونعجنهم. انا اخترت باش نستعمل العجينة هكايا باش نسهل على روحي، وانتم بالطبيعة تنجموا تعجنوا باليد. شوفوا العجينة القوام نتاعها كيفاش راهي تتلصق بالباهي في اليدين،
وطرية على الآخر. خليتها تقريبا في الماكينة تتعجن 6 أو 7 دقايق. زدت شوية زيت ونحاول اني نلمها بشكل يتنحى التلصيق متاعها، وباش نغطيها ونخليها تخمر في بلاصة دافية. جربوا الطريقة هذه للبطبوط، بصراحة روسيت ناجحة 1000%. يجي خفيف وطري اون بلوس، حتى لو كان يبات راهو يقعد ديما طري، البات ما تيبش. تو باش نغطيها ونخليها تخمر، وهذا شكلها بعد ما خمرت وضاعف الحجم متاعها. باش نحيلها الغازات اللي فيها ونقسمها على 2، وهكايا باش نرش شوية فرينة على البلون دو طرافاي ونحلها بالقلقال ونشكلها. بعد ما حليتها في القلقال، شوفوا الشكل متاع كعيبات البطبوط. خديت لهنا صحفة وباش نشكلها بها كعيبات البطبوط. بطبيعة السمك يكون له خشين وله جويد، باش هكايا يجيبوا من داخل ويجيو خفاف. كملت شكلت الكمية كل باش نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا 5 دقائق. ومن بعد خديت القلاية وباش نطيب فيها كعيبات البطبوط. شوفوا ما شاء الله كيفاش يتنفخوا، هكايا يجونا منفجين وخفيف ومن داخل أطرين. كمل طيبت الكمية اللي عندي الكل. بالنسبة للغارنيتور بطبيعة تختلف، كل حد ينجم يعمل أي حشوة هو يحب عليها. بالنسبة لي أنا خديت كعيبات ليتو، طماطم، اسكالوب بانيه وشوية هريسة، وفما كعيبات عملتهم بالتون. خديت كعيبة البطبوط بالطبيعة بعد ما بردت شوية باش نجم نشدها. شقيتها بالسكينة، خليت فيها شوية هريسة، شوية ليتو، طريف طماطم وطريف اسكالوب بانيه. كيف ما تشوفوا ما شاء الله البات طرية والحشوة بنينة. بالطبيعة انتم تنجموا تعملوا اي حشوة تفضلوها. بالنسبة للكعيبة الثانية عملت شوية هريسة، كيف طريف ليتو، طريف طماطم وشوية تون. حاجة بسيطة خفيفة وبنينة. بالطبيعة انتم تنجموا تزيدوا مايونيز مع الهريسة، وتنجموا تعملوا اللحم مفروم كان تحبوا الا دجاج مفروم. نجموا تزيدوا كعيبات زيتون والا كعيبات كبار، حسيلوا تفننوا. وهذا كان البطبوط متاعنا. واخر وصفة في دبارة اليوم هما كعيبات يوجا وخفاف معسلين ما شاء الله يهبلوا بالبنة. كانت تحبوا الوصفة بالتفصيل موجودة في القناة، تنخلي لكم اللين في صندوق الوصف كان تحبوا تعملوا عليه طلة. سهلة مهلة ما فيها حتى شيء. خديت كعيبتين عظم بحرارة الغرفة، زدت عليهم كعيبة ياغورت، بنفس الياغورت كيلت سكر وكيلت زيت. بالطبيعة تنجموا الزيت تعوضوه بالزبدة، سينو تنجموا تعملوا شطر زبدة وشطر زيت. تزيدوا خميرة الجاتو، رشة ملح، وتلموا بالفرينة حتى لين تتلمد معكم العجينة. تخلوها ترتاح 5 دقائق، ومن بعد ليك تحلوها بالطريقة هذه وتقلوها في الزيت. ومن بعد ما يحضر كعيبات اليو ترميهم في شحور يكون سخون بالطبيعة، وكعيبات اليو باردين. كانت تحب وصفة الشحور موجودة في القناة، كيف تنحط لكم اللين في صندوق الوصف. وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا. كانت هذه دبارة ثالث يوم من رمضان، ان شاء الله عجبتكم. ما تنساوش باش تخلوا لي كومنتار مزيان كيفكم، واستنوني غدوة الحي في دبارة جديدة. وباي باي وبسلامة.